لو قلتلك ان انت ممكن تعملي 12 قطعه جاتوه ببيضه واحده بس، من غير ما تستخدمي اي ادوات ومن غير ما تستخدمي حليب نهائي، ونص كوبايه كريم شانتيه، هتعملي جاتوه تحفه احلى من الجاهز، و12 قطعه حجم كبير. تعالوا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، واقول لك انا عملته ازاي، وخدي الفكره وجربيه. اول حاجه معايا كوبايه من السكر، استخدمت كوبايه الميه الموجوده في المطبخ ككوب معياري لكل المكونات، وضفت عليها كوبايه ميه من الحنفيه، دوبت السكر كويس جدا في الميه لحد ما السكر داب واختفى. انا مستخدمه سكر حبيبات. هضيف عليه بيضه بدرجه حراره المطبخ، وربع معلقه من الفانيليا البودر، ممكن تستخدمي سايله لو تحبي. هفك البيضه مع المكونات السايله بالطريقه دي لحد ما يندمجوا تماما. كل مكون بحطه بقلبه مع المكونات اللي قبلها. دي نص كوبايه عباره عن نص كوبايه من الزيت، وانا زودت من عندي كده معلقه سمنه عشان الكيك يبقى طعمه حلو، لو مش عايزه تضيفيها خلاص. قلبتهم مع بعض لغايه ما كل المكونات اختلطت كده وبقت كلها ميكس واحد. دلوقتي معايا نفس الكوبايه كوبايتين من الدقيق ممسوحه، انا مستخدمه دقيق جميع الاستعمالات، وهنخله علشان يديني هشاشه كده وطراوه للكيك. وضفت عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى علشان الاسبونج هعمله بطعم الشوكولاته، وكيس من البيكنج باودر، ورشه ملح كده بين اصابعنا. وهقلب بقى المكونات كلها مع بعض بالشكل ده لحد ما يبقى مفيش اي دقيق في القاع ولا اي كتل، اي خصوصا ان انا نخله الكاكاو والدقيق عشان كده يدوب معايا بسرعه. ممكن طبعا تستخدمي اي مضرب كهربائي عندك، بس انا النهارده فضلت اعمله بالمضرب السلك لحبايبي اللي هم ما عندهمش ادوات كهربائيه وعايزين يعملوا الجاتو من غير اي ادوات كهربائيه ولا خلاط ولا اي حاجه. ضفت معلقه من الخل بتديني برضو حلو ارتفاع وهشاشه كده للكيك. وبعدين هصبه في صاج انا وفرشه فيه ورق زبده، دي مش بقع يا جماعه، ده انا دهنه الصاج من تحت بمسحه زيت علشان ورق الزبده يثبت وما يتحركش. لو مش عندك الصاج الكبير ده انك تصب فيه الكيك، ممكن تستخدمي الصينيه المربعه الكبيره في اي طقم عندك، اي طقم الومنيوم، استخدمي اكبر صاج عندك بالشكل ده. وهسويه علشان مبيبقاش عالي من جنبه وهابط من جنبه. دخلته الفرن بيقعد بالظبط على الرف الاوسط 10 دقايق عشان حجمه رفيع فما بياخدش اي سوا. تعالوا دلوقتي نعمل بقى الكريم شانتيه. حطيت كوبايه من الميه الساقعه المتلجه، ما استخدمتش حليب، وضفت عليها ربع كوبايه من السكر ونص كوبايه من الكريم شانتيه الخام الغير محلى. عشان كده انا ضايفه ربع كوبايه من السكر. هقلب الكريم شانتيه، مهم جدا جدا في الجو اللي احنا فيه ده تستخدمي الميه ساقعه متلجه. ضربت الكريم شانتيه لحد ما بدأ يدوب. دلوقتي هضيف معلقه كبيره من الكاكاو. لو مش هتضيفي معلقه الكاكاو هتستخدمي بديل النوتيلا، استني لما الكريمه بتاعتك تهيش وتبقى خلاص ضربتيها وخلصتيها، حطي بقى معلقه وهي فومي كده، ضيفي عليها بقى معلقه بديل النوتيلا. لكن انا عشان الكاكاو ما يخرصش معايا ضفته في الاول مع الكريمه عشان يدوب بسرعه. وبعدين طلعت بقى الاسبونج بعد ما برد، قلبته كده على وشه على صاج تاني. وبعدين بشيل بقى ورق الزبده. لو مش عندك ورق زبده ما تشيليش اي هم، افرشي ورق كراسات بس ما يكونش عليه حبر، يكون ورق كراسات ابيض كده ما يكونش عليه حبر، هيبقى برضو نتيجته هايله. جربته قبل كده كتير ونتيجته حلوه جدا، ما تستنيش انك يبقى عندك ورق زبده. هرجع تاني الاسبونج على ظهره بالطريقه دي علشان ابدا ان انا اقسمه اتنين. طبعا هو برد دلوقتي خالص، والكريمه بعد ما ضربتها حطيتها في التلاجة لان الجو حر جدا، ولو سبتها بره هتسيح تاني وهتبقى ميه. قسمته بالظبط كده بالمسطره بتاعتي بتاعت ادوات الحلويات اللي عندي في المطبخ ديت، مسطره بستخدمها في الحلويات بس مش بتاعت الولاد يعني. وبعدين بقسم بيها الاسبونج بالنص بالظبط، وبعدين بشيل جزء كده على جنب لغايه ما اخلص الجزء التاني. شو سهل ازاي وبسيط. بس اهم حاجه كل ما تعملوا خطوه بالكريم شانتيه، لو الجو عندكم حر كده، كل خطوه بالكريم شانتيه دخليه شويه التلاجة يرتاح. حطيت الكريم شانتيه في كيس تلاجة عادي اللي بنحط فيه التفريز بتاعنا اللي بنفرز فيه الخضار والحاجات دي، مش كيس حلويات ولا حاجه. وفتحت بوزه كده وبوزع الكريمه على الجاتوه عشان يبقى سهل التوزيع وما يبقاش جنبي فيه زياده وجنبي فيه اقل. دي احسن طريقه بحب اوزع بيها حشو الكريمه في اي حاجه. وهسويها بقى باي معلقه عندك او باي سكرابر بالطريقه دي لغايه ما يبقى كله سوي واحد، علشان لما احط الطبقه التانية ما يبقاش فيه جنب عالي وجنب واطي. انا كل مرحله كنت بحط فيها الكريم شانتيه بصراحه كنت بدخل الجاتو بتاعي التلاجة لان الجو حر جدا والكريمه ما بتستحملش اي حراره. جبت بقى الديسك التاني وحطيته فوقها بالشكل ده، وهبدا ان انا اضغطها كويس عشان تبقى متساويه من جميع الجوانب، ما يبقاش جنب عالي وجنب واطي، يبقى كل الجاتو حته واحده زي ما شفتوه شكله حلو كده معايا في اول الفيديو. هوزع بقى بقيت شويه كريمه من فوق على الوش برضو بالكيس، نفس الكيس حطيت فيه برضو شويه كريمه. والبوله بتاعت الكريمه انا سايباها في التلاجة، باخد منها وسايباها في التلاجة. طبعا الجو صعب ولو طلعت الكريمه هتسيح معاكي ومش هتظبط معاكي خالص.
هساوي برضو الوش على قد ما اقدر بقى باي حاجه عندك تكون سطحها متساوي. انا سويتها على قد ما اقدر كده بالشكل ده، ما استخدمناش اي ادوات خالص لتزيين الحلويات. وبعدين هجيب بقى الجاتوه بتاعي ودخلته التلاجة شويه علشان طبعا الكريمه تمسك حبه. دول مكعبين شوكولاته كانوا عندي، مكعبين شوكولاته بالحليب، يعني هم مكعبين بالعدد، مكعبين صغيرين خالص بالعدد. حطيتهم في كيس تلاجة وعملت لهم حمام ميه سخنه لغايه ما ساحوا، وفتحت بوز الكيس وهعمل عليه خطوط بالشكل ده اللي هو الشكل التزيين المعتاد. لو عايزين تعملوا اي حاجه ممكن تبشروهم على الجاتوه من فوق، مفيش اي مشكله. عملت عليها خطوط وهزينها بقى باي حاجه رفيعه كده، هعمل خطوط رايح جاي هتديني شكل حلو جدا برضو للجاتوه. بس بعد كل خطوه بقول تاني لازم تدخلوا الجاتوه التلاجة عشان الكريمه تستحمل معاكم. في المرحله دي مش هقطع الجاتوه خالص غير لما يقعد في الفريزر ساعه او في التلاجة 3 ساعات. يا اما تسيبيه في التلاجة 3 ساعات يا اما تسيبيه في الفريزر ساعه. وبعدين هقطع الجوانب بتاعته علشان لما اقطع القطعه تبقى متسويه وشكلها حلو زي الجاهز بالظبط، ما يبانش خالص ان الجاتوه اقتصادي وعملناه من غير اي حاجه خالص. اهم حاجه ان انا هشيل الجوانب وبعدين هقيس برده كده. والجوانب دي خلي بالكم بتتاكل بسرعه جدا، دي بتتحط في بولات وبيبقى طعمها حلو قوي، مش بتترمي خالص. ممكن تحطيها في بولات بس انا مش بلحق بصراحه. بالف هنا وشفا، الولاد بياكلوها اول ما بقطعها لان بتبقى طعمها حلو قوي وسقعه وبترطب كده. هقسم الجاتوه بالنص، طبعا قست المقاس وبعدين قسمته من النص، وهقطعه تقريبا كل قطعه قستها 4 سم. لو انت عايزه تعملي اعرض من كده مفيش مشكله، بس القطعه دي مناسبه جدا وكمان اعرض من اللي بنجيبها من بره. قطعتها 4 سم، 2 4 6 8، واخر قطعتين بصراحه انا ما عرفتش اقسمهم بالظبط، يعني ما جابوش كل واحده 4 سم، لقيت فيه هيتهدر منها، يعني واحده هتطلع 4 سم والباقي مش هيجيب 3 سم، هتبقى رفيعه قوي. فانا فكرت ان انا اقسمهم مثلثات، عملتهم كده ايه مثلثين في مثلثين، طلع شكلهم تحفه جمال جدا وطعمه حلو. وقطعته بقى بعد ما تلج ورشيت عليه شويه من الشوكولاته شيبس كانوا متوفرين عندي. لو مش متوفر عندك حاجه قدميه كده هيبقى طبعا من ايديكي زي العسل. جربوا الجاتوه بالطريقه دي، ولا خلاط ولا بيض كتير ولا حليب خالص، ونص كوبايه كريم شانتيه، عملنا دستة جاتوه احلى من الجاهز. جربوه ان شاء الله يعجبكم. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك او متابعه على صفحه الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية في حفظ الله ورعايته.